القاهرة، مصر. في ليلة كان يفترض أن تكون ليلة سعادة غامرة، تحول حفل خطوبة فاخر إلى مسرح لجريمة مروعة هزت أرجاء عائلة ثرية وأرسلت صدمة مدوية عبر أوساط المجتمع الراقي. كانت نور، العروس الجميلة، ابنة رجل أعمال ثري، تستعد لبدء حياة جديدة مع خطيبها عمر، الشاب الوسيم، نجل سياسي بارز. ازدحم قصر العائلة بالضيوف من كبار الشخصيات والنخبة، وتناثرت أضواء الكريستال على الوجوه المبتسمة، بينما عزفت الفرقة الموسيقية أجمل الألحان الرومانسية. لكن فجأة، وبينما كانت نور تقطع قالب الحلوى مع خطيبها، انقلبت أجواء الفرح إلى مأساة. صرخت نور صرخة مدوية، وسقطت على الأرض غارقة في دمائها، بعد أن طعنها شخص غامض بسكين حادة في صدرها. ساد الفزع والهرج في القاعة، وتجمد الجميع في أماكنهم، بينما حاول عمر إسعاف خطيبته التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة. هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ نور، التي فارقت الحياة تاركة وراءها حزنا عميقا وأسئلة محيرة. من هو القاتل؟ وبدأت الشرطة تحقيقاتها لكشف غموض هذه الجريمة المروعة التي هزت أرجاء العائلة. اشتبهت الشرطة في خطيب نور، عمر، كونه أول المشتبه بهم، خاصة بعد أن ظهرت بعض الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة. لكن التحقيقات كشفت عن مفاجأة صادمة، حيث اتضح أن القاتل الحقيقي هو خالد، ابن عم نور، الذي كان يكن لها مشاعر حب دفينة منذ سنوات. لم يتحمل خالد فكرة زواج نور من غيره، فخطط لقتلها في ليلة خطوبتها، ليخطفها من هذا العالم قبل أن تصبح زوجة لشخص آخر. كشفت التحقيقات أن خالد قد تعلق بنور منذ صغرهما، لكن خجله منعه من التعبير عن مشاعره. مع مرور الوقت، ازدادت مشاعره تجاهها، وازدادت أيضا غيرته من أي شخص يقترب منها. وعندما علم بخطوبتها من عمر، شعر بالانهيار، وقرر التخلص من خطيبها لكي تبقى نور له. وحكم على خالد بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بجريمة القتل العمدي. وخيم الحزن على عائلة نور، التي فقدت ابنتها وحبيبتها في ليلة كان يفترض أن تكون ليلة سعادة غامرة. وفي نهاية هذه القصة نرى أن الحب المفرط قد يدفع إلى الجريمة. تعد قصة نور مثالا صارخا على كيف يمكن للحب المفرط أن يتحول إلى جريمة. لا يجب التسرع في اتخاذ الأحكام. واجه عمر خطيب نور اتهامات ظالمة في البداية، ممن يؤكد على أهمية عدم التسرع في اتخاذ الأحكام دون وجود أدلة قاطعة. الحياة قصيرة، فنقدرها ونعيشها بفرح وسعادة. تذكرنا هذه القصة بأهمية الاستمتاع بالحياة ومقدراتها، فالموت قد يأتي في أي لحظة. إذا أعجبك هذا الفيديو ووصلت إلى نهايته، اضغط على أعجبني لتشجيعنا لنكمل ما بدأناه.